اي حد في اي شارع صغير كده هيقول له ده تاب التربيه والتعليم. انا النهارده يعني عايز اتكلم معاكم في موضوع ومفيش منا فينا الا لما شافه يعني كواندس. طبعا احنا مفيش تعقيب على احكام القضاء، احنا مفيش حد يعقب على احكام القضاء يا جماعه، انا مفيش بينه وبينه حاجه. انا اتمنى ان هو من بكره يكون في حضن ولاده وسط ولاده، بجد اتمنى يعني. بس ولكن التعقيب الصغير عشان ببدا يتقفل، مش كل واحد يطلع يتكلم كلمتين يا رب يطلع ده مظلوم. بصوا يا جماعه، انا راجل تاجر شغال في اجهزه كهربائيه ولابات مش اي حد هيضحك عليا ويقول لي خد التبات ديت بقى. كلنا عارفين وكلنا عندنا اولادنا في الثانويه عارفين تبات وزاره التربيه والتعليم، عارفين التبات شكلها ايه، فاتوره فين كذا، بالفيديوهات اللي انتوا طلعتوها والخلافات تعال نركنها على جنب. ولكن انت راجل تاجر، ما فيش من الصعب جدا ان اي حد يجي يقول لك خد التبات بيع، تاخدها تبيع. عايز بس حد منكم ليه ابن في الثانويه العامه ياخد التاب ويروح لاي حد بتاع موبايلات يقول له انا ببيع التاب ده. اي حد في اي شارع صغير كده هيقول له ده تاب التربيه والتعليم. مش تاجر، بس هيقول له ده تاب التاب ده بتاع التربيه والتعليم، شكله باين انه بتاع التربيه والتعليم. فما يجيش واحد يقول لي ده مظلوم، ده مش عارف ايه. انت تاجر وفاهم انت بتعمل ايه. انا لا اعرف الطرف التاني ولا اعرف حتى هو مين ولا عايز اعرفه، ولكن انا بعقب على الناس اللي عماله تقول ده اتظلم، ده القضاء ده. لا، لا تعليق على احكام القضاء. سنين عمال تبيع، مش معقول واحد في ثانيه يجي يقول لك خد. لا، انا عن نفسي مش مقتنع وكتير قوي مش مقتنعين. فيا ريت نقفل الباب ده خالص، محدش يتكلم فيه. ولو ليه حق ان شاء الله هيظهر، ويا رب يرجع يقعد في وسط ولاده. انا ما قلتش حاجه ولا بعقب على اي حاجه، ولكن تعقيبي على الناس اللي بتعقب على احكام القضاء. حبيت بس اوضح صوره صغيره لحضراتكم، وبشكركم جدا.